خوتي راه عندي سؤال خصني نجاوب تاعه بلا ضحك بلا زعاقه، اللي زعق نبلوكيه. هل تعمد ابراهيم دياز تضييع ركله جزاء ام لا؟ خوتي انا شايف بولا ولعبها، وانت شايف بولا ولعبها عزيزي المشاهد. اسكو كاش نهار في حياتك شفت منتخب ولا من الموت، يعني في اخر دقيقه الحكم يعطيهم ركله جزاء يخرجوا كاع من الملعب ويعاودوا يرجعوا، الحارس يتصدى ركله جزاء، حتى واحد فيهم ما يفرح، حتى واحد فيهم ما يحتفل ولا يدير جاست، حتى ابراهيم دياز عطاها له في يده وجا رايح. وفي نفس الوقت يعاود يجيني سؤال في راسي، المغرب في ملعبها في اخر دقيقه واللاعب باقي له ركله واحده يتيريها يدو بها لاقب اللي راه غايب من 50 عام يعطيها له في يده بالعاني، مستحيل عليها. راني نقول لكم راني حاير في هذه ركله الجزاء اللي غادي تهبلني من راسي. انا ماغري مكه ما دخلني، انا جزائري وهذه المغرب مع السنغال شاولا خدمتها لي، وبلا ما يجوا وحدين يقولوا لي لا هنا كانت لازم تتعاود ركله جزاء باسكو ماندي خرج قبل ما يتيريها ابراهيم دياز. لا، قدم الحارس ماندي كانت في الخط نيشان عند خروج كره من قدم دياز، يعني ركله جزاء ما كانش لازم تتعاود. خلوطه اللي صرات البارح خلوطه جاتني في راسي. اسكو تعمدوا اضاعه ركله الجزاء باسكو على بالهم بلي كان تسلل في الكره تاع الركنيه اللي جات منها ركله جزاء، هذه لحظه خروج كره من قدم اللاعب بالنصيري كان متسلل، تسلل واضح. مي شوالا كان كاين مسك وكان كاين ركله جزاء صحيحه، بصح قبلها كان كاين تسلل. ولا تعمدوا اضاعه ركله جزاء باسكو على بالهم بلي الهدف تاع السنغال كان صحيح وزاد عطاهم ركله جزاء في اخر دقيقه، قال نضيعوها ونلعبوا نيشان. ولا تعمدوا اضاعتها باسكو كانت غادي تكون فضيحه كبيره، منتخب ينسحب بسبب قرارات تحكيميه. ايوا قال لهم ولوا نضيعوها ونكملوا. ولا اسكو تيراها بانينكا باش يماركيها، مي الحارس تصدى لها ودار معجزه، بصح من تصدى لها على ما داروش رده فعل، هذه اللي غادي تهبلني. ايوا ان شاء الله يوصلنا توضيح هذه الايامات باش ما نبداش نخمم في هذه ركله جزاء. رايكم يهمنا، اعطونا ارائكم في كومونتير، بارطاجي هذا الفيديو. سلام عليكم.